شهد الله فاضل طابت اوقاتكم. نشرة اخبار الفضائيه الاريتريه لهذه الفتره يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها باهم وابرز العناوين. سوى تشهد تخريج اعضاء الدفعه 37 من منتسب الخدمه الوطنيه. كليه ما ينفحي للعلوم تخرج 290 طالبا بشهاده البكالوريوس. وفد إريتريا يشارك في اجتماعات المجلس التنفيذي لوزراء الاتحاد الافريقي. لافروف يزور كوريا الشماليه لعقد الجوله الثانيه من الحوار الاستراتيجي. واشنطن تفرض عقوبات على الرئيس الكوبي. وزير خارجية الصين ووزيرة خارجية كندا يبحثان العلاقات بين البلدين. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. شهدت سوا صباح اليوم السبت 12 من يوليو فعاليات الاحتفال بتخريج أعضاء الدفعة 37 والذين أكملوا دراسة الصف 12 بالإضافة إلى تلقي التدريب العسكري والسياسي. حضر الحفل فخامة الرئيس السياسي أفورقي والوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة والجبهة وأولياء الأمور والضيوف. وتم التوضيح في الحفل تنظيم أنشطة لرفع مستوى الوعي وتعزيز اللياقة العقلية والأخلاقية والبدنية لأعضاء هذه الدفعة. وفي كلمته قال فخامة الرئيس سياسي أفورقي أن بطولة مسيرة 50 عاما لنيل استقلال البلاد هي إرث شعب إريتريا، مؤكدا أن الرحلة التي قطعناها على مدى 34 عاما من الاستقلال من أجل التنمية المستدامة وازدهار الأجيال هي شهادة على تفاني الشعب والمحافظة على إرثه. وأوضح أن ذلك يهدف إلى تسهيل ضمان الوصول إلى الأهداف المنشودة. وأشار فخامة الرئيس السياسي أفورقي إلى أن المعرفة والاحتراف طاقة وقوة لا حدود لها، مضيفا بأن على الخريجين التقدم إلى أعلى المستويات الأكاديمية وتطوير معارفهم من خلال التطبيق العملي للمعارف وضمان النتائج الفعالة. وقدم الخريجون في الاحتفال عرضا عسكريا في شكل مجموعات مصحوبا بنماذج مختلفة تعكس التدريبات التي تلقوها. كما تم تقديم جوائز للقادة والمشرفين والوحدات والمتدربين لتميزهم في العرض العسكري والرماية واللياقة البدنية والمهارات التكتيكية والأخلاق. وأخيرا أدى الخريجون القسم متعهدين بالحفاظ على إرث الشهداء. خرجت كلية ما ينفحي للعلوم اليوم 12 من يوليو 291 طالبا، من بينهم 148 طالبة بشهادة البكالوريوس. وحصل 64 من الخريجين على درجة البكالوريوس في الأحياء، و80 في الكيمياء، و39 في الرياضيات، و31 منهم في الفيزياء، و46 في الإحصاء. وأفاد عميد الكلية البروفيسور جابرايس قدوم أن عدد الخريجين زاد بنسبة 11% عن العام الماضي و20% عن عام 2023، وأنه قد تخرج ما مجمعه 4150 طالبا بشهادات الدبلوم والبكالوريوس في السنوات 17 الماضية. وأوضح الضيف الشرف في مراسم التخريج وزير الأراضي والمياه والبيئة سيد تسفاي قبرسلاسي أن تأهيل المواطنين بالمعرفة والتكنولوجيا مسبقا أمر ضروري للتنفيذ الفعال لبرامج التنمية في مختلف القطاعات، وأن الحكومة الإريترية تتطلع وتجتهد لمحو الأمية ومحاربة الفقر عبر التوجه نحو التنمية المستدامة وضمان السلام والاستقرار. وأكدت ممثلة الخريجين استعدادهم لخدمة البلاد بالتغلب على التحديات في حياتهم الشخصية والمهنية بالمعرفة الأكاديمية والاجتماعية التي اكتسبوها في الكلية. وفي الختام تم تكريم الطلاب المتفوقين في دراستهم بتقديم الميداليات. هذا وتضم كلية العلوم بما ينفحي حاليا 61 عضوا في هيئة التدريس، منهم 16 أجنبيا بالإضافة إلى 22 معلما جامعيا من البلاد يدرسون حاليا للحصول على شهادة الدكتوراه، و6 آخرون يواصلون دراسات الماجستير في الخارج. شارك وفد إريتريا برئاسة مسؤول الشؤون التنفيذية في السفارة الإريترية بأثيوبيا والممثل الدائم لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية الإفريقية السيد بنيام برهي في اجتماعات الدورة 47 للمجلس التنفيذي لوزراء الاتحاد الإفريقي المنعقد في قينيا الاستوائية في 10 من يوليو. وألقى وفد إريتريا كلمات عكست سياسة وموقف الحكومة الإريترية بشأن القضايا الرئيسية المطروحة في اجتماعات الدورة 47، مشيرا إلى وجود فجوة كبيرة في ميزانية عام 2026 المقترحة بين قدرة الدول الأعضاء واستعدادها للمساهمة والميزانية المطلوبة.
مضيفا أن 77.4% من الميزانية ممولة من الشركاء. وفيما يتعلق بإصلاح الاتحاد الأفريقي، دعا الوفد الإريتري إلى استكمال هيكلة وتخصيص الموارد البشرية، إذ لم تكتمل عملية إعادة هيكلة الاتحاد منذ 7 سنوات. وأخيرا تضمنت اجتماعات الدورة 47 مناقشات تهدف إلى إيجاد سبل لاستكمال عملية الإصلاح الهيكلي من خلال إقرار ميزانية الاتحاد الأفريقي لعام 2026. أكد التقييم الذي جرى حول أداء الطلاب في العام الدراسي 2024-2025 بمديريتي دباروا وعد قيح أن الاستثمار في التعليم حقق نتائج مشجعة، فقد اجتاز أكثر من 91% من الطلاب المسجلين في جميع المراحل، والبالغ عددهم 15357 طالبا الامتحانات النهائية. وأكد مسؤول فرع وزارة التعليم بمديرية عد قيح الأستاذ بيانة تسفاي بأن النتائج جاءت ثمرة للجهود المتضافرة، مشيدا بالأنشطة الثقافية والرياضية التي نفذها الطلاب إلى جانب دراستهم الأكاديمية والمبادرات المجتمعية المبذولة لتخفيف النقص في الفصول الدراسية وتشجيع المعلمين. وأكد مسؤول فرع وزارة التعليم في الإقليم الجنوبي الأستاذ هبتزق كداني أن معرفة مكامن الضعف ونقاط القوة تساعد في وضع الخطط المستقبلية. وأشار المدير التنفيذي لإدارة مديرية عد قيح الأستاذ كيروس قبل مريم بأن إدارة المديرية ستبذل قصارى جهدها لتعزيز عملية التعليم والتعلم، حيث تضم مديرية عد قيح 52 مؤسسة تعليمية. وفي سياق متصل، قدم تقييم أجرية في مديرية دباروا تقريرا عن الجهود المبذولة لضمان المساواة في التعليم وزيادة مشاركة الإناث، حيث تم تسجيل أكثر من 26 ألف طالب في 33 مدرسة من المرحلة الابتدائية إلى الثانوية خلال العام الماضي. خرج الاتحاد الوطني للشباب وطلبة إريتريا بمديرية مندفرة في 11 من يوليو 80 شابا وشابة تلقوا تدريبا أساسيا في أساسيات اللغة العربية وتصفيف الشعر والمكياج. وصرح مسؤول فرع الاتحاد الوطني للشباب وطلبة إريتريا بالمديرية السيد صالح محمد سعيد بأنه خلال فترة التدريب العملي والنظري التي استمرت 6 أشهر تلقى 28 شابا وشابة تدريبا على اللغة العربية، و52 شابا وشابة على العادات والتقاليد وأساليب المكياج. وأضاف أن الفرع يقدم تدريبا في 8 مجالات لتلبية الاحتياجات المهنية للشباب هذا العام. وناشد المدير التنفيذي لإدارة مديرية مندفرة سيد تسفاي سقاي المتدربين بضرورة تطوير أنفسهم والتأثير في بيئتهم من خلال تطبيق الدروس المستفادة. من جهته، حث مسؤول فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة بالإقليم الجنوبي الشاب قرماي قبر الخريجين على الاستفادة من المعرفة المكتسبة كنقطة انطلاق للتطور الذاتي والنمو المستقبلي. استشهد يوم أمس 11 من يوليو المناضل يماني علوم قلي عن عمر ناهز 84 عاما جراء مرض ألم به. عمل المناضل اليماني الذي التحق بصفوف جبهة تحرير إريتريا في مايو من عام 1974 ضمن وحدة الاستطلاع العسكري في أسمرة، وفي مدرسة العلوم العسكرية والكادر في الراق، وفي الوحدة الرابعة بعمليات قسم الجماهير، وفي قسم الإمداد والتسليح، بالإضافة إلى خدمة المحاكم. انضم الشهيد المناضل اليماني علوم قلي إلى الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا في شهر ديسمبر من عام 1986 ضمن القيادة المركزية لجبهة التحرير الإريترية، وتعرض منذ عام 1979 لإصابة بليغة في الظهر، وظل يتلقى الرعاية اللازمة من الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب حتى عام 2002، ومن ثم وزارة العمل والرعاية الاجتماعية منذ عام 2003 في مجمع دندن للمعاقين حتى تاريخ استشهاده. ووري جثمانه الثرى ظهر اليوم 12 من يوليو في مقبرة الشهداء بالعاصمة أسمرة. هذا وتعرف وزارة العمل والرعاية الاجتماعية عن بالغ حزنها باستشهاد المناضل اليماني علوم قلي، وتعزي زويه وزملائه. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا. مرحبا بكم على الصعيد العالمي. بدأ وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف زيارة إلى كوريا الشمالية تستمر حتى 13 من يوليو الجاري، يجري خلالها محادثات مع مسؤولين في بيونغ يانغ. وقالت وزارة الخارجية الروسية أن لافروف سيجري محادثات في إطار الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي على مستوى وزراء الخارجية. وتأتي زيارة لافروف في لحظة حاسمة للعلاقات الروسية الكورية الشمالية وسط تقارير عن إرسال بيونغ يانغ المزيد من الجنود إلى روسيا،
وذلك في إطار التعاون الدفاعي بين البلدين. وبحسب وكالة أسوشيتد بريس فإن هذا التطور يثير مخاوف بين جيران كوريا الشمالية، حيث أجرت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان مناورات عسكرية مشتركة شاركت فيها طائرات حربية متطورة قبالة جزيرة جيوجو الجنوبية في كوريا الجنوبية. ووفقا لوزارة الدفاع الكورية الجنوبية فإن المناورات تهدف إلى تعزيز قدرات الردع والاستجابة في مواجهة التهديدات النووية المتزايدة من كوريا الشمالية. أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات غير مسبوقة على الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل بعد 4 سنوات على تظاهرات مناهضة للحكومة لم يسبق للجزيرة الشيوعية أن شهدت مثيلا لها. وأشار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى أن الوزارة فرضت قيودا على منح الرئيس الكوبي تأشيرة الدخول إلى البلاد. كذلك تستهدف العقوبات وفق روبيو شخصيات بارزة في النظام الكوبي على قرار وزيري الدفاع الفارو لوبيز ميرا والداخلية لازارو ألبرتو الفياريز كاساس. كما ستطبق هذه القيود الخاصة بالقادة الكوبيين أيضا على أفراد أسرهم. وندد وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز بالعقوبات، وقال أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يمكنها إخضاع شعب كوبا وقيادته. وأضاف في حين أن الولايات المتحدة لديها القدرة على فرض عقوبات على السفر ضد القادة الثوريين وشن حرب اقتصادية طويلة وقاسية ضد كوبا، فهي لا تملك القدرة على كسر إرادة هذا الشعب أو قادته. في الخبر الأخير التقى وزير الخارجية الصيني واغي وزيرة الخارجية الكندية أنيتا آناند في مدينة كوالالمبور في ماليزيا. وأكد واغ أن العلاقات الصينية الكندية شهدت صعودا وهبوطا في السنوات القليلة الماضية، مضيفا أنه لا توجد نزاعات حدودية أو صراعات جيوسياسية بين الدولتين، وأنه يمكنهما أن تصبحا شريكتين تحققا نجاحا مشتركا. وبدورها قالت وزيرة خارجية كندا أن كندا تقدر علاقاتها مع الصين، وأضافت أن الجانب الكندي مستعد للحفاظ على اتصال منفتح مع الصين وتبني سلوك براغماتي وبناء لتعجيل استعادة التبادلات والتعاون في مختلف المجالات ومن بينها التجارة والصحة والثقافة. في نهاية نشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. ساوى تشهد تخريج أعضاء الدفعة 37 من منتسبي الخدمة الوطنية. كلية معين في حيل العلوم تخرج 291 طالبا بدرجة البكالوريوس. وفد إريتريا يشارك في اجتماعات المجلس التنفيذي لوزراء الاتحاد الأفريقي. سيرجي لافروف يزور كوريا الشمالية لعقد الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي. واشنطن تفرض عقوبات على الرئيس الكوبي. وزير خارجية الصين ووزيرة خارجية كندا يبحثان العلاقات بين البلدين. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.